أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك برج الدلو. النهاردة هنتكلم عن قراءة تفصيلية لحياتك العاطفية والمهنية أيضا. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والتانية والتالتة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الدلو، القراءة دي تنفع لكل العشريات، بكررها تاني، وخاصة كمان تنفع للرجال والسيدات. يعني القراءة دي قراءة مفيدة جدا ليك يا برج الدلو. برج الدلو، وجودك جنبه بيحسسه انه ليه قيمة ويحسسه بالأمان. ده بالنسبة لحياتك العاطفية. حبيبك يا برج الدلو وجودك جنبه بالفعل بيشعروا بالهدوء العاطفي، بيشعروا بالاستقرار، بيشعروا إن له قيمة، بيشعر إنه ليه أمان، حاسس بوجودك جنبه، إنه يستطيع يفعل أي شيء وما بيخافش، وحاسس إنك في ظهره يا برج الدلو. ده بالنسبة لشعور حبيبك أو أحاسيس حبيبك لما بتكون جنبه، إن وجودك جنبه بيحسسه إنه له قيمة. بالفعل برج الدلو، علاقتك العاطفية هتبدأ تشعر فيها بتحسن قوي الفترة اللي جاية دي، لأن حبيبك هيدرك تماما إنك كل شيء بالنسبة ليه. بالرغم من وجود خلافات، بالرغم من وجود ساعات بيبقى فيه قيل وقال، بالرغم إنه بيبقى ساعات بعيد عنك، بالرغم إنه ممكن نقول البعض منكم حدث ليه انفصال، ولكن هو الآن يشعر تماما إنك وجودك جنبه له قيمة، بيحسسوا إن دي قيمة كبيرة يا برج الدلو. طيب، ده بالنسبة للشعور اللي هو بيحس بيه. طيب، انت شعورك ايه بالنسبة ليه ايضا؟ انت شعورك يا برج الدلو بتشعر برضو ان وجوده جنبك بيخليك بتبقى مبسوط. وجودك وجوده جنبك بتشعر انه سبب رزق. وجوده جنبك بتشعر انك ليك قوة، ليك قوة يا برج الدلو. ففي فترة الجاية دي إن شاء الله، اللي هتبدأ من النهاردة 5 مارس لغاية يوم 30 أبريل، انت ويا برج الدلو، انت وحبيبك هيكون عندكم انتوا الاتنين قوة إدراك بأنكم لا تستطيعوا الاستغناء عن بعض، لا تستطيعوا الاستغناء عن بعض. هتلاحظوا ان في مساحة مشتركة للتفاهم، مساحة مشتركة للتفاهم، مساحة مشتركة لتقارب الأفكار، مساحة مشتركة لإنهاء أي خلافات. في نسبة رجوع كبيرة لأصحاب برج الدلو للمنفصلين في الفترة دي، لأن زي ما قلنا هيكون في قوة إدراك إنكم مش هتقدروا تستغنوا عن بعض تاني. كمان برج الدلو هيشعر إن الفترة اللي جاية دي فترة نجاح عاطفي أكثر من أي وقت مضى. أكثر من أي وقت مضى هيشعر بأنه سعيد جدا جدا أصحاب برج الدلو. برج الدلو كمان الفترة اللي جاية دي هتشعر إن في نجاح مالي أيضا، لأنك يا برج الدلو كأنك بتبرمج نفسك من أول وجديد على النجاح في المهنة أو نجاحك في المال. أنت هتقعد مع نفسك الفترة دي يا برج الدلو، هتعرف تماما إنك تغير نفسك. ليه؟ هتعمل عندك تفكير، يعني انت ممكن تقعد مع نفسك، تتأمل مع نفسك، هتراجع نفسك، هتشوف ايه اخطائك وهتحاول تصلحها. هتعرف انك تستطيع تمشي في المال بالذات بمجهود 10 أضعاف أو بطريقة ال10 أضعاف. يعني إن كنت بتبذل مجهود 1%، هتبذل مجهود أكتر وأكتر يا برج الدلو. يعني هتشتغل الوقت كله، هتقيم نفسك إنك وتعطي نفسك حماس وإرادة إنك تضاعف مجهودك في العمل. هتضاعف كمان مجهودك في التفكير إزاي تكسب كويس، وبالفعل هيتحقق ليك مكاسب وفيرة يا برج الدلو. لأنك يا برج الدلو بالفعل أنت هتصل إلى مرحلة من النجاح المهني والمالي، ده بسبب إنك هتهتم
وهو ده سر نجاحك، هيكون الاهتمام بالعمل وبالعاطفة. هتشعر بإنك ناجح. إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي سبب خلاك إنك تصل لهذا الاهتمام وتصل لهذا النجاح في الفترة دي بالذات؟ إنك عندك أصبح قوة إدراك وبرمجة تاني لعقلك يا برج الدلو. يعني هتبرمج نفسك من أول وجديد، هتبرمج نفسك إنك تشتغل أكتر من الأول، هتبرمج نفسك إنك تقول كلام حلو لحبيبك أو لحبيبتك وتجيب له هدايا، وإنك تحسن العلاقة العاطفية بينك وبينه، وإنك تحاول إنك تجد مساحة مشتركة للتفاهم بينك وبينه وإنهاء أي خلافات. كمان يا برج الدلو بلاحظ إنك الفترة اللي جاية دي هتكون دبلوماسي وواعي وحكيم في تعاملاتك. يعني هتضبط نفسك بالفعل، وأنا قلت كده في الفيديو السابق إنك في الشهور القليلة اللي جاية دي هتبدأ سعادتك العاطفية والمهنية، لأنك يا برج الدلو هتسيطر سيطرة كاملة على مشاعر الغضب، هتسيطر على مشاعر الخوف والقلق، هتسيطر على مشاعر إنك مش هتستطيع، وبالفعل هتبدأ تستطيع، لأنك خلاص كلمة لا أستطيع دي أنت أخرجتها من قاموسك بعدما عملت برمجة جديدة لنفسك. هيكون عندك قوة إدراك قوية يا برج الدلو. قوة الإدراك دي هي اللي هتساعدك بالفعل على تحقيق ما تريد. هتهتم بكل أركان حياتك، هتهتم بالجانب الروحي، هتهتم بالجانب المهني، هتهتم بالجانب الجسدي، هتهتم بصحتك يا برج الدلو. ده شيء جميل، لأنك لما تهتم بصحتك هيساعدك، الصحة هتساعدك على النجاح في كل شيء، سواء في حياتك العاطفية أو في حياتك المهنية. فعندك يعني استقرار جميل جدا الفترة اللي جاية دي، وبالفعل هتشعر بنجاح قوي بإذن الله. يا ريت أشوف تعليقاتكم أسفل الفيديو، ويا ريت تشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.